مشاهدينا متابعينا، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد المخصص كالعادة لتوقعات المباريات. كما تعلمون إذن انطلقت فعاليات كأس العالم بقطر، برنامج مكثف وبرنامج ثري بالمباريات ابتداء من يوم الغد، واخترت لكم مجموعة من المباريات سنقوم بتحليلها وإعطاء توقعات خاصة بها. نبدأها بدون إطالة من المباراة الأولى المرتبطة بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الإيراني. في هذه المواجهة نتوقع فوز المنتخب الإنجليزي كتوقع أول. نتوقع تسجيل المنتخب الإنجليزي لهدف في الشوط الأول، كما نتوقع فوز المنتخب الإنجليزي بالشوط الأول. وتوقع أخير خاص بهذه المباراة هو فوز المنتخب الإنجليزي بفارق أهداف أكثر من هدف. كما تعلمون المنتخب الإنجليزي غابت عنه هذه الكأس منذ عام 1966. آخر تتويج له كان أمام المنتخب المجري، ومنذ ذلك الحين غابت عن خزائنه هذه الكأس الغالية، التي يسعى المدرب جاريث ساوثغيت لإعادتها إلى عاصمة الضباب والإمبراطورية التي لا يغيب عنها الشمس. في مباراة أخرى، مباراة المنتخب السنغالي والمنتخب الهولندي. كما تعلمون المنتخب السنغالي يغيب عنها اللاعب أو النجم الكبير ساديو ماني، أحد أفضل اللاعبين في العالم، لاعب بايرن ميونخ كما تعلمون جميعا، ويغيب في صفوفه أيضا بداعي الإصابة المدافع عبدو ديالو. إذن مهمة صعبة جدا لأسود التيرانجا وممثل إفريقيا أمام الطواحين الهولندية التي تمتلك في تعدادها لاعبين ومواهب كبيرة. في هذه المباراة نتوقع فوز المنتخب الهولندي وأكثر من هدف في المباراة. في مباراة ثالثة، مباراة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب بلاد الغال. مباراة صعبة للتوقع، لكن في هذه المباراة نتوقع أن تنتهي بالتعادل وأقل من 3 أهداف في المباراة. هذا كل ما لدينا من توقعات خاصة بكأس العالم. اخترت لكم مباراة أخرى في الدوري الجزائري بدرجته الثانية، مباراة بين مولودية قسنطينة أمام أمل العين مليلة. الفريق الضيف يتنقل إلى قسنطينة بالفريق الرديف، أي بدون لاعبيه الأساسيين. إذن المهمة ستكون سهلة نوعا ما للفريق المحلي للتغلب على ضيفه. نتوقع فوز مولودية قسنطينة. هذا كل ما لدينا من توقعات. نلتقي في فيديو آخر توقعات خاصة بمباراة الاثنين من كأس العالم بحول الله.